أوسخ كلام من الراجل اللي اسمه سادات مصر ده ضد الفتيات. طبعا دي كرتون، الشكل بتاعه ده كرتون. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. كل كلامه شتيمة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. إذا رأى الإنسان من أخيه في الله عورة يعني معصية فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس، بل يسترها عليه. وده فضحي، ده فضحي، يعني بيعصى كلام ربنا، ده هيروح في داهية. ده كل شغلته يشتم دي ويعمل دي، وحاجة قلة أدب. أنا ما جبتش كلامه لأن كلامه زي أفعاله وسخ. هنشوف زي ما بتشوف بتورينا حتة من القلوب. ايه ده؟ ايه الوساخة دي؟ حجبت صورة الفتيات وأنا الجني. أنا الجني. محدش فاجر إلا انت اللي فاجر. لا يدخل الجنة فاضح لعورة أي حد. وهنا فجرة للجميع. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ابني بتدخل نفسك جهنم عشان فيديو تكسب منه؟ أنا مش فاهم. مهرجان النفخ ده، مواسم مش عارف ايه، شقة مفروشة. ايه ده؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم ده؟ ايه الليلة فجرة جديدة على التيك توك، خرباها هباب ملوك للزفت. ايه ده؟ انا شاطب حاجات ومش قادر اجيب له الفيديو ولا حتة منه حتى. قليل الادب صرف، قليل الادب صرف. يعني خد طمع في قلة الادب لوحده، خدها من الناس كلها. ساب لهم 1%. ايوه ساب لهم 1% من قلة الادب وطمع في 99%. مولد سيدي العريان مش ايه دمه خفيف وليه متابعين. ده قلة الادب. تخيلوا بال30,000 مشاهدة وبال36,000 مشاهدة. مولد سيدي العريان 36,000 مشاهدة. الناس جرالها ايه؟ بتروح للحرام ليه؟ ليه؟